السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الترمس من اوله خالص، وهو طبعا هنعمله عشان العيد. هنعمله هو طبعا من اوله، هو لسه مر لحد ما يستوى خالص ويبقى احلى حاجه. طبعا احنا بنعمله عشان العيد، في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمله، فانا قلت اعمله لكم بدري شويه عشان تلحقوا تشوفوه قبل العيد وتلحقوا تعملوه قبل العيد. قبل ما نبتدي الطريقه كده، يا ريت بس ما تنسونيش في اللايك وتضغطوا لي اشتراك اللي هي جنب الفيديو، وتضغطوا لي على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده انا بنزلها، واعملوا لي لايك طبعا واكتبوا لي كومنت قمر زيكم. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب الترمس وهنحطه في دوت نص كيلو ترمس، هنحطه في 3 لتر ميه كده، اللي هو هنبله، يعني هنسيبوه يوم قبل ما يغلى على النار. طبعا ما ينفعش امد ايدي فيه خالص، علشان لو مديت ايدي فيه في واحده هتستوى او في واحده هتتعمل وواحده لا، فانا ما ينفعش امد ايدي فيه خالص. اللي هو في اول يوم خالص احطه فيه، اللي هو لما انقعه يعني يوم كده. انا نقعته يوم وصفيت الميه بتاعته، وهحط عليه ميه تاني، هحطه بقى عشان يغلي على النار. زي ما انتوا شايفين كده اهو، حطيت الميه زي ما انتوا شايفين كميه فوقيه، يعني اهم حاجه تغطي الترمس شويه حبه كتير كده، زي ما انتوا شايفين كده نفس الكميه اللي انا عاملاها. وهنولع عليه النار علشان نغليه. طبعا احنا دلوقتي في ناس كتير قوي متعرفش تعمل الترمس، فانا حبيت ان انا اعمل لكم الطريقه بتاعه الترمس قبل العيد، علشان تلحقوا ان اللي ما يعرفش يعمله يلحق يتفرج على الفيديو ويلحق يعمله، علشان العيد داخل علينا. كل سنه وانتم طيبين طبعا. فاهوت كده عشان اللي ما يعرفش يعمله يتعلموا ان شاء الله في اسرع وقت. اهوت الترمس بيغلي معايا كده. طبعا زي ما انتوا شايفين هنسيبوه يغلي على النار كده لمدة ربع ساعة علشان يتظبط معاكي ويبقى مية مية. عشان تبقوا عارفين، بس ترمس مر. هو في ترمس مر وفي ترمس حلو. اللي انا جايباه اللي انا بعمله ده ترمس مر، وطبعا الترمس المر ارخص من الترمس التاني وبياخد وقت اطول من الترمس الحلو. والترمس الحلو لو انت مستعجله عليه مثلا ان انت تجيبيه على طول وتعمليه، ممكن ياخد معاكي يوم واحد بس او يومين بالكتير وتلاقي نفسك عملتي الترمس وخلصتيه. لكن احنا لسه بدري على العيد يعني، فانا هعمله ترمس مر عشان يلحق معايا كده. خلاص كل الترمس غلى معايا على النار. هنصفي الميه بتاعته بقى اللي هو غلى فيها. وطبعا الميه دي اوعوا ترموها، الميه دي يا جماعه مفيده جدا جدا لفروه الراس علشان ما توقعش الشعر. مفيده للشعر جدا يعني، وتخلي الشعر ان هو ما يوقعش معاكي والشعر يتظبط معاكي يعني. فانتي ما ترميش الميه واستخدميها لشعرك وشوفي النتيجه، وهتلاقي النتيجه هتعجبك جدا. طبعا الترمس كده حطينا عليه ميه، نقعناه بقى في ميه كده عاديه خالص من غير ولا ملح ولا اي حاجه. هنقعوه لمده 3 ايام، وهنغير عليه مرتين في اليوم. يعني هيبقى هنغير الميه 6 مرات عليه زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنغير الميه. طبعا الترمس هيوفر عليكي كتير جدا عن اللي بره. انت هتشتريه مثلا من بره الراجل عامله، الله اعلم بقى هيكون هو مبيته عنده قد ايه. هيبقى بايت طبعا، وهيبقى ريحته طبعا مش حلوه. بشتريه على طول من بره، بقى ريحته مش حلوه من كتر ما هو بايت كتير عند الراجل. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده احنا غيرنا عليه الميه. كان في يوم تاني يوم بصوا انا جايبه لكم كل الايام وانا بغير عليه كده يوم ورا التاني. لازم يتغير عليه طبعا عشان ينزل كل المراره بتاعته. طبعا بعد ما ال3 ايام عدوا وغيرنا عليه 6 مرات، فلقيناه طبعا ان هو خلاص المراره طعمها راح خالص. فاضل دلوقتي بس ان هو عايز يتحدق، فانا حطيت عليه الملح بتاعه. حطيت كميه ملح معقوله كده يعني، وهسيبه لمده يبات ليله او ليلتين في الميه بملح طبعا لحد ما تلاقيه اتملح معاكي وبقى مية مية كده. طبعا معايا اتملح سبته ليلتين. ف بصوا بقى انا عملته هو خلاص اتحدق. فانا دلوقتي هنقدموه. في ناس طبعا بتحب تقدمه ان هي تاكله بشطه وليمون، وفي ناس بتحب تاكله بليمون بس، في ناس بتحب تاكله كده بس. زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين هتاكلوه هتلاقوه اعملوه زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت حباه هنا بالشطه، فانا عملته بالشطه والليمون وقلبتهم في بعض كده. وطبعا انا مش بحب الشطه كتير، فحطيت حبه شطه صغيرين خالص شبه ما انتوا شايفين كده بس كده. وهنقدموه معانا في الطبق اللي احنا شايفينه ده. بس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو.
يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بنزلها. وانا كده ان شاء الله انا قلت لكم طريقه الترمس كامله. وطبعا الترمس الحلو مش هياخد معايا وقت زي ما قلت لكم، ووقته هيبقى قصير جدا، وهعمله يعني ممكن ابداه مثلا النهارده اخلصه بكره او بعد بكره بالكتير قوي. لكن دوت بياخد معايا فتره شويه، ممكن دوت على 5 6 ايام كده تكوني مخلصاه ويكون جاهز معاكي وتاكليه. طبعا احنا عشان زي ما قلت لكم ان احنا لسه بدري على العيد، فعشان كده انا جبت المر وعملته، جبت الترمس المر وعملته. لكن لو انا خلاص داخل عليا العيد، ساعات لما مثلا العيد بيجي عليا على طول فانا بنسى انا اعمله، فانا على طول بعمل ايه، بجيب ترمس حلو وبعمله على طول. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ومع السلامه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير.